السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه يا طلاب تانية إعدادي؟ في الفيديو ده إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة توجيه اللغة الفرنسية للصف الثاني. اللي مش معاه الورق هاسيب لكم لينك في أول كومنت تحمّلوا منه الورق ده. وقبل ما نبدأ حل، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو حد عنده أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهارُد عليكم إن شاء الله. ولو حد حابب ينضم معايا في جروبات الأونلاين هاسيب لكم رقمي في الdescription box. ويالّا بينا نبدأ بأول حاجة وهو القطعة. أول حاجة بيقول لنا le vendredi ده يوم الجمعة. يوم الجمعة 29 مارس سي إيتا ده كده verb être في الماضي. c'était un grand match de football. يعني كان في ماتش في كرة القدم. l'équipe égyptienne a gagné l'équipe tunisienne. يعني الفريق المصري كسب الفريق التونسي 3-1. le grand joueur égyptien محمد صلاح، اللاعب الكبير محمد صلاح a marqué سجل 2 بوت هدفين. Le match était sur le terrain du stade au Caire. du stade du Caire يعني الماتش كان في ملعب استاد القاهرة. les spectateurs المشاهدين أو المشجعين ont bien encouragé les 2 équipes. كانوا بيشجعوا كويس جدًا، يعني الفريق التونسي كان بيشجع الفريق التونسي وهكذا الفريق المصري. l'équipe égyptienne portait un maillot rouge. الفريق المصري كان لابس مايو زي رياضي لونه أحمر، والéquipe tunisienne كان لابس لونه مايو بلون يعني أبيض. القطعة ما فيهاش أي حاجة صعبة، نبدأ نحل مع بعض. أول سؤال بيقول: Est-ce que l'Égypte a rencontré la Tunis le 28 مارس؟ هم قابلوا البعض في يوم 28. غلط طبعًا، لإن هو قايل فوق إنه يوم 29، يبقى الإجابة هتبقى no. هنشيل اسك وهننزّل عادي الجملة l'Égypte a rencontré la Tunisienne، وهنشيل رقم 28 ونحط مكانه 29 ونكمّل برضه. رقم 2: Est-ce que les spectateurs ont bien encouragé les 2 équipes؟ يعني بيقول هل المشجعين كانوا بيشجعوا كويس الفريقين؟ هو فعلًا قال نفس الجملة دي فوق، فهتبقى الإجابة oui. وطالما الإجابة oui هنشيل ask وننزل الجملة زي ما هي. رقم 3: Est-ce que l'Égypte a gagné le match؟ هو الفريق المصري هو اللي كسب، فعلًا هو اللي كسب، مش كان 3-1 يبقى هو اللي كسب. يبقى هنقول oui، وطالما الإجابة بوي هنشيل ask وننزل الجملة. رقم 1 3 أسئلة التانيين. Est-ce que l'équipe tunisienne portait؟ بيقول ماذا يرتدي الفريق التونسي؟ هو قال فوق إن هو يرتدي لون إيه؟ لونه بلون أبيض. يبقى هاقول l'équipe tunisien portait كان لابس، وأروح قايل له maillot بلون، هي دي اللي هننقلها. رقم 2 زي ما متعودين إحنا بنجيب نُص الإجابة من السؤال والنُص التاني من فوق. رقم 2 كيا ماركي دي بوت، مين اللي سجل هدفين؟ نطلع نبص فوق، هو قايل لنا إن اللي سجل هدفين هو محمد صلاح. فهاقول له إزاي؟ هاقول له بدل الكي هاكتب محمد صلاح وأنزّل الجملة بس. لمّا يكون عندكم سؤال بكي وبيسأل عن فاعل، فيبقى هاقول له محمد صلاح a marqué، محمد صلاح سجل هدفين بس. رقم 3 où était le match؟ فين الأو يعني أين، فبيقول أين كان الماتش ما بين مصر وتونس؟ هو قال إنه فين؟ قال إن هو في استاد القاهرة أهو. le match ممكن ننقل بنفس الجملة دي بالضبط. le match était كان sur le terrain du stade du Caire، كان في استاد القاهرة. كده القطعة الأولانية خلصناها. ننزل للقطعة التانية بتاعة vacances en Europe، يعني أجازة في أوروبا. chaque année كل سنة مسيو مجدي et sa famille وعائلته passent leurs vacances بيقضوا أجازتهم en Europe في أوروبا. l'année passée السنة الماضية ils sont allés à Paris، يعني ذهبوا إلى باريس en France في فرنسا chez un ami français عند صديقه الفرنسي. elle s'appelle إيه اسمه روبرت. ils sont partis en avion، هم رحلوا بالأفيون الطيارة. ils sont arrivés en juillet، هم وصلوا في شهر جويلية شهر 7. il faisait beau à Paris، الجو كان جميل في باريس. et le temps والطقس était clair كان صافي. et dégagé. dégagé دي يعني إيه؟ يعني اللي هي خالية من الغيوم، صافية، يعني هي نفس المعنى بتاع clair. À Paris في باريس مسيو مجدي et sa famille وعائلته ont visité la tour Eiffel، زاروا برج إيفل et la musée du Louvre ومتحف اللوفر avec monsieur روبرت، مع روبرت اللي هو صديق باباهم. ils ont passé 7 jours en France، وقضوا كام؟ 7 jours 7 أيام في فرنسا. قطعة سهلة.
ننزل نحل أول سؤال. يقول Est-ce que Monsieur Magdi passe ses vacances en Europe chaque année؟ هل Monsieur Magdi قضّى الأجازة بتاعته في أوروبا السنة دي؟ ما هو أصلًا بيتكلم عن الأجازة في أوروبا، يبقى oui، طالما الإجابة بوي يبقى هنشيل الأسك وهننزّل الجملة زي ما هي، وممكن نشيل Monsieur Magdi ونحط مكانه il. رقم 2، Est-ce que la famille de Monsieur Magdi a visité la tour Eiffel à Paris؟ هل عائلة مجدي زاروا برج إيفل؟ فعلًا هم قالوا إن هم زاروا برج إيفل أهو، يبقى هنقول oui، أدي oui، نشيل ask وننزّل الجملة زي ما هي. ممكن نشيل la famille de Monsieur مجدي ونقول مثلًا elle، ما هي la famille تعود على elle هي. نيجي بعد كده لرقم 3، في ناس كتير بتلخبط في كلمة famille دي ويقولوا المفروض إلا avec اس ما هي جمع، هي مش اللي قبلها اللا، واللا ديّة اللي هي الأداة بتاعة المفرد المؤنث يبقى تصرّفها زي المفرد عادي. نيجي بعد كده لرقم 3، est-ce que Monsieur مجدي et sa famille ont passé 6 jours à Paris؟ هم قضّوا 6 أيام؟ لأ، هو قال 7، قال 7، يبقى هننزل نقول non وهنشيل ask وهننزّل الجملة عادي. ممكن هنا بقى Monsieur مجدي et sa famille وعائلته هنقول إيه، هنقول مكانهم il avec s. بعد كده نكمّل الجملة عادي ونقول ont passé، ont passé، وبدل 6 هنكتب 7 ونكمّل الجملة عادي 7 jours à Paris، قضّوا 7 أيام. نيجي بعد كده لرقم 1، comment Monsieur مجدي et sa famille sont-ils partis en France؟ يعني Monsieur مجدي وعائلته إزاي راحوا فرنسا؟ بيسألهم كيف راحوا وسيلة المواصلات، هو قال إنه طبعًا راحوا بالإيه، راحوا بالأفيون أهي. فنروح قايلين جملة كاملة، نشيل Monsieur مجدي et sa famille ونقول مكانهم il avec s هم، ونكمّل الجملة عادي ونكتب en avion. سؤال رقم 2، chez qui Monsieur مجدي، عند مين Monsieur مجدي et sa famille sont-ils allés en France؟ عند مين راحوا في فرنسا؟ مش هو قال فوق إن هو رايح عند صديقه روبرت، يبقى هاقول له عند صديقه روبرت، فهاقول له Monsieur مجدي et sa famille sont-ils allés en France؟ وأروح كاتب إيه chez عند ونكتب Monsieur روبرت بقى اللي هو فوق. رقم 3، quel temps fait-il et là Paris en juillet؟ في حالة الطقس هتكون في شهر 7 اللي هو juillet، هو قال إن هو هيكون في شهر 7. أهي il peut، il faisait peut، نقدر نكتب نفس الجملة دي بالضبط من غير ما نغيّر فيها أي حاجة. نيجي للقطعة التالتة، qu'est-ce que vous faites en vacances؟ يعني بتعمل إيه في الأجازة؟ أول واحد مجدي، mes amis et moi أصدقائي وأنا nous prenons أخدنا une tente يعني خيمة et nous allons ورحنا au bord de la mer على شاطئ البحر. j'aime faire du camping، أنا باحب أعمل تخييم avec mes amis مع صحابي، يبقى هو ده مجدي هو ده اللي بيعمله في الvacances الأجازة. بعد كده ناصر بيقول moi je préfère partir à la campagne، أنا باحب أروح الكامباني اللي هو الريف chez mon oncle عند عمي. je fais du vélo، أنا بامارس الفيلو ركوب الدراجات avec mes cousins مع أولاد أعمامي et on se promène à dos l'âne، يعني أنا باركب على ضهر الحمار. آخر واحد جلال بيقول moi j'aime la natation، أنا باحب الناتاسيون السباحة. je vais au club، أنا باروح النادي avec mes frères مع إخواتي pour nager علشان أعوم، nager يعني يعوم. نيجي لرقم 1، est-ce que مجدي prend une tente pour faire du camping؟ نطلع نشوف هو مجدي فعلًا هو اللي بياخد طنط خيمة علشان يعمل camping، يبقى طالما الإجابة هتبقى بوي هتشيل ask وننزّل الجملة زي ما هي. ممكن نشيل مجدي ونحط مكانه il. رقم 2، est-ce que ناصر va à Alexandrie اللي هي أليكس دي اللي هي Alexandrie en vacances؟ نطلع نبُص هو رايح إسكندرية؟ لأ، هو رايح الكامباني الريف، وإسكندرية مش ريف طبعًا، فهنقول no، هنشيل ask هنقول ناصر va بدل كلمة ألكسندريا هاقول à la campagne ونكمل الجملة en vacances. رقم 3، est-ce que جلال va au club avec ses amis؟ هل جلال رايح النادي مع أصدقائه؟ نطلع نبُص نشوف جلال رايح النادي فعلًا بس مع إخواته، يبقى مش مع أصدقائه، يبقى الإجابة هنا هتبقى no. طالما الإجابة no هنشيل ask هننزّل عادي، بس أول ما نوصل لكلمة ses amis هاشيلها وأخلّي مكانها frère إخواته. رقم 1،
ومجدي va-t-il pour faire du camping؟ أين ذاهب مجدي عشان يعمل camping؟ نروح نبُص، قال إن هو رايح au bord de la mer على شاطئ البحر. هنقولها إزاي جملة كاملة؟ هاقول مجدي va-t-elle pour faire du camping وأكتب في الآخر au bord de la mer اللي هي موجودة فوق. رقم 2، كاسك ناصر في اون فاكونس؟ ماذا يفعل ناصر في الفاكونس؟ نشوف ناصر بيعمل ايه. قلنا ان هو بيعمل ايه، جو في دو فيلو افيك مي كوزان، مع اولاد اعمامي، وكمان بيركب على ايه، على ظهر الحمار. بس ما ينفعش اقول جو في، امال هقول ايه؟ هقول بالايل هو، وفي هتبقى اف اي اي تي، ونكمل عادي بس. وهنا طبعا الاون دي مش لازم تبقى اون، ممكن نخليها ايلا فيك اس، لان احنا كده بنتكلم عليهم هم بيعملوا. بيركب العَجَل مع أولاد أعمامه وهُم بيتنزّهوا. طَب دي هتبقى إيه؟ هاخلّي لها ONT. نشوف السؤال اللي بعده. quel sport aime جلال؟ إيه الرياضة اللي جلال بيحبها؟ نطلع نشوف فين جلال. جلال أهو قال j'aime la natation. ما ينفعش أقول j'aime، هاقول جلال أو الإيل، والإم هتفضل زي ما هي وأكمّل عادي la natation. كده خلّصنا ال3 قطع. نيجي بعد كده لسؤال المواقف. أول سؤال: ton ami te demande، صديقك هو اللي بيسأل. te demande pourquoi، صديقك بيسألك pourquoi، لماذا tu vas à la mer، ليه بتروح البحر. to دي أنت هتقول له pour faire de la natation، أكيد عشان نلعب natation، السباحة. رقم 2، tu proposes، propose يعني تقترح، أنت بتقترح على صديقك de faire du sport، إن هو يعمل رياضة. to دي أنت هتقول بتاعة الاقتراح هي si on jouer au tennis، إيه رأيك لو نلعب تنس. رقم 3، tu demandes à ton ami، أنت بتسأل صديقك comment il va à son école، كيف يذهب إلى مدرسته. il دي هو هيقول عايزين وسيلة مواصلات، هيقول je prends le bus، أنا باروح بالأتوبيس. رقم 4، tu demandes à ton ami son équipe préférée، أنت بتسأل صديقك عن فريقه المفضل. to دي أنت اللي هتقول، أنت اللي سألت وأنت اللي هتقول له إيه، هتقول له tu encourages quelle équipe، أنت بتشجع أنهي فريق، والّا quelle équipe porte un maillot bleu، مين الفريق اللي لابس مايو لونه bleu أزرق، والّا quelle équipe a gagné le match، مين الفريق اللي كسب في الماتش. ما تنفعش غير دي. أنت بتشجع أنهي فريق، فلو عرفت أنت بتشجع إيه يبقى أنت بتحب الفريق ده. رقم 5، tu demandes à ton père، أنت بتسأل باباك ce que l'entraîneur fait، ماذا يفعل المدرب. il دي هو هيقول له الانترون les joueurs، هو بيدرب اللعيبة. رقم 6، ton ami te demande، صديقك بيسألك pourquoi يعني لماذا tu vas à l'aéroport، رايح الأيروبورت. tu دي أنت هتقول رايح الأيروبورت أكيد عشان يركب أفيون طيارة. رقم 7، tu es épuisé، أنت متعب. tu دي أنت هتقول، يبقى أكيد هتقول je veux dormir، أنا عايزة أنام. soif يعني عطشان، femme يعني جعان. رقم 8، tu te demandes à ton ami، أنت بتسأل صديقك ce qu'il fait le jour de ce week-end، بتعمل إيه في يوم الweekend. il دي هو هيقول، أنت اللي سألت هو اللي هيقول مثلًا j'aime le weekend، أنا باحب الweekend، أكيد لأ طبعًا، أنت ما قُلتش حاجة. je vais à l'école، باروح المدرسة، ما فيش حد بيروح المدرسة في الweekend. لكن هنقول je fais du sport، أنا بالعب رياضة. رقم 9، ton ami te demande، صديقك اللي بيسألك ta saison préférée، عن الفصل المفضل. فصلك المفضل. to دي أنت هترد عليه وتقول له إيه، هتقول له en hiver il pleut، هنا الشتا بيمطر. l'hiver est une saison de l'année، الhiver دوّة فصل من فصول السنة، أكيد برضه أنت ما قُلتش حاجة، هتقول j'aime l'hiver. رقم 10، tu demandes à ton ami، أنت اللي بتسأل صديقك ce qu'il fait، ماذا يلزم pour jouer au tennis، عشان تلعب تنس. il دي هو هيقول عشان نلعب تنس لازم يكون معانا une balle et une raquette. رقم 11، tes parents، والديك voyage d'Égypte، سافروا من مصر إلى فرنسا. tu leur دي أنت هتقول لهم إيه، prenez l'avion، اركبوا الطيارة. رقم 12، tu demandes à un ami، أنت بتسأل صديقك son sport préféré، عن رياضته المفضلة. to دي أنت تقول له quel sport préfères-tu. رقم 13، ton ami est fatigué، صديقك fatigué يعني متعب. to lui دي أنت هتقول له إيه، tu dois sortir، أنت المفروض تخرج، أكيد لأ، أنت ممكن تقول له tu dois dormir، أنت لازم تنام. أما تاني واحدة بيقول tu dois boire de l'eau، أنت لازم تشرب مَيّة، فأنت بتقول كده ده لمّا حد يكون عطشان. رقم 14، tu proposes à un ami، أنت بتقترح على صديقك إن أنت تروحوا الاستاد. to دي أنت لازم تقول له برضه بسي أون، يبقى سي أون على ليه أستاذ، إيه رأيك لو نروح الاستاد.
رقم 15 tu compares 2 vêtements، أنت بتقارن ما بين 2 من الملابس. tu دي أنت هتقول إحنا عارفين طبعًا إن في المقارنة لازم يكون في plus que أو moins que. لو بصينا على ال3 هنلاقي فيهم كلّهم، فكده لازم هو محدد لي إن في 2 فيتمون، فما فيش غير البنطلون والvest الجاكيت يبقى هي دي. أمّا هنا الbag خاتم، وcollet اللي هو العقد، الvélo عجلة، والscooter اللي هو السكوتر. رقم 16 tu conseilles، أنت بتنصح صديقك qui veut faire du vélo إن هو يلعب ركوب دراجات. tu lui dis أنت هتقول له il faut une bicyclette، لازم يكون عندك بسكليت اللي هي العجلة، يبقى هي دي. رقم 17 tu demandes à ton frère، أنت بتسأل أخوك ce qu'il faut pour faire de la natation، ماذا يلزم عشان يلعب ناتاسيون سباحة. هو هيقول، أكيد هيقول maillot de bain، يلزم maillot de bain اللي هو الزي بتاع السباحة. رقم 18 tu donnes، أنت بتعطي، don يعني يعطي، أنت بتعطي صديقك un rendez-vous ميعاد. tu dis أنت هتقول له، أكيد ما فيش غير واحدة بس هي اللي فيها ميعاد أهي، ce soir بالليل الساعة 8 قدام السينما. رقم 19 ton ami te demande، صديقك بيسألك le temps en hiver، الطقس في الشتاء. tu dis أنت هتقول له الطقس في الشتا بيكون عامل إزاي، هيقول له il fait froid، الجو بارد. رقم 20 ton ami a soif، صديقك بيشعر بالعطش. tu lui dis أنت هتقول له bois un verre d'eau، اشرب كوباية مَيّة. 21 ton ami a froid، صديقك يشعر بالبرد. tu lui dis أنت هتقول له إيه، هتقول له mais un pull، ارتدي بلوفر. pull اختصار كلمة بلوفر. رقم 22 tu dis à ton رقم 22 to دي autonomy، أنت بتقول لصديقك أين يمكنني إن أنا آخد بان دو سولاي اللي هو التان في الشمس. il دي هو هيقول أكيد ممكن تاخده في الإيه au bord de la mer، قدام الشاطئ بتاع البحر. رقم 23 ton ami te demande، صديقك بيسألك pourquoi tu vas au stade، لماذا تذهب إلى الاستاد. tu دي أنت هتقول له pour acheter un maillot، أكيد لأ. pour encourager mon équipe، عشان أشجع فريقي، هي دي. نيجي بعد كده لسؤال تصريف الأفعال. أول واحد il faut، أول ما تشوفي il faut بيجي بعدها الverb في المصدر، يعني هانزّل verb arriver زي ما هو، مش هاغيّر فيه أي حاجة، يعني الfeu بيجي بعده الinfinitive. رقم 2 verb prendre، وبيقول لي هنا demain، بُكرة il. أول ما شُفت كلمة demain عرفت إن أنا أصرّف في المستقبل، فيبقى il وأقول إيه، ممكن أصرّف بil va، وأحط اللي هي بتاعة المستقبل القريب prendre، verb aller زائد المصدر. وممكن أقول بالمستقبل البسيط وأقول prendre كده، أسيب الverb زي ما هو بس بنشيل الإي في الآخر، ومع الإي الإيه النهاية بتاعته حرف الآ. نيجي بعد كده لرقم 3 après demain، بعد بُكرة. بعد بُكرة عندنا vous، عايزة أصرّف مع verb partir، في عندي طريقتين، يا إما vous allez ونسيب الverb في المصدر partir أهو زي ما هو، أو أسيب الverb زي ما هو بالشكل ده اللي هو في المستقبل البسيط، فاخلّيها partir وأحط برضه النهاية مع الVoo بتبقى OZ. رقم 4 verb avoir، بيقول لي l'année prochaine، السنة القادمة، ده برضه مستقبل. بس ده ما ينفعش مستقبل قريب بقى، يعني بيقول لك السنة القادمة، يعني مش قريب، فنخلّيه في المستقبل البسيط. بيتصرّف إزاي؟ ده ما ينفعش أسيبه في المصدر، أحُط الكلمة زي ما هي وأحُط النهايات غلط، لإن verb avoir من الشواذ. كان بيبقى شكله عامل إزاي؟ بيبقى AUR، ومع الL بنحُط النهاية اللي هي حرف الآ. رقم 5 mais enfants، أول ما نشوف كده علامة تعجُّب نعرف إن ده درس إيه، درس أمر. طَب هيتصرّف زي مين؟ هيتصرّف زي الVoo. ليه؟ علشان ده منادى جمع، فبنصرّف هو أصلًا بيتصرّف مع to no الVoo، فأنا عندي منادى جمع يبقى يتصرّف زي الVoo. verb manger يتصرّف إزاي؟ هيبقى بالشكل ده، نشيل الER ونحط EZ. رقم 6 see on، ده بتاع الاقتراح اللي هو زمن الimparfait. يتصرّف إزاي؟ أول حاجة باصرّف الverb مع الno في المضارع، هيبقى allant بالشكل ده. تشيل الno تشيل قُلنا آسف، هنكتب اللي اتبقى من الverb والنهاية بتاعة الon AIT. رقم 7 hier، امبارح je note avec mes amis، عايزة أصرّفه، ده يتصرّف في الماضي المركب. verb jouer مش من ال14 verb اللي بياخدوا être، يبقى هياخد avoir. هيبقى عامل إزاي؟ هيبقى J، وverb jouer في اسم المفعول هيبقى بالشكل ده، نشيل الR اللي في الآخر ونحط على الE accent. رقم 8 إنه نقط الweekend prochain، الweekend الprochain اللي هو العطلة القادمة،
فده كده نصرّفه في المستقبل طبعًا عشان دي كلمة دالة على المستقبل. هيتصرّف إزاي؟ ممكن verb passé هنسيبه زي ما هو أهو، وهنصرّفه كده في المستقبل البسيط، ومع الNo بنحط إيه، بنحط ONS. ده من الأفعال مش من الشواذ، أفعال عادية. رقم 9 verb faire وعايزين نصرّفه مع علي. علي وهنا علامة تعجُّب ده كده على طول درس أمر. طب هنصرّفه مع الtu والّا الno والّا الvu؟ ده نصرّفه طبعًا مع الtu. ليه؟ عشان ده منادى مفرد. طب verb faire مع الto بيتصرّف إزاي؟ FAIS. هل هنا هنشيل الS؟ إحنا عندنا قاعدة مع الto بنحذف الS لو قبلها E أو A، ده حرف I يبقى مش هيتشال. رقم 10 بيقول لي la veste الجاكيت نقط plus cher que le sport. هنا هنصرّف في المضارع عادي عشان ما فيش ولا كلمة تدل على مستقبل ولا على ماضي. طب verb être مع la veste هيتصرّف إزاي؟ هيبقى EST عشان ده ينصرفوا زي الآلة. نيجي بعد كده avant hier يعني avant hier يعني أول امبارح، يبقى كده ده ماضي على طول، بانشِل كلمة er. هنصرّفه إزاي مع الno في الماضي؟ أول حاجة ده بنصرّفه مثلًا في الماضي المُركّب. هنصرّفه إزاي في الماضي المُركّب؟ هيبقى مع الno هنصرّف verb finir مع avoir الأول فعل مساعد، هيبقى nous avons. طب بعدها verb finir بنشيل منّه الr بيبقى finit بالشكل ده بس. طب لو عايزة أخلّيه في الimparfait نصرّفه إزاي؟ هيبقى finit أول حاجة هنصرّفها مع الno في المضارع، نشيل ONS وهنكتب اللي اتبقى من الverb بالشكل ده، ومع الno هنحط إيه، الno هنحط IONS. رقم 12 verb courir مع الsujet were. الsujet were هيتصرّف مع الإيل مع الإيل عشان ده مفرد مذكر. طب verb courir هاتصرّف إزاي؟ verb courir هيبقى cour بالشكل ده آخره T. نيجي بعد كده رقم 13 سي نفس الكلام ده اقتراح يبقى imparfait. verb regarder يتصرف إزاي؟ أول حاجة هنصرف verb regarder مع الno نشيل OR ونحط ONS هنشيل الno هنشيل الONS ونكتب اللي اتبقى من الverb ومع الon هنحط AIT. رقم 14 verb visiter بيقول tu نقط la tour du Caire le semaine dernière ده كده ماضي. يعني الأسبوع الماضي، فيتصرّف إزاي؟ هنا هنصرّف مع to أول حاجة هنصرّف في الماضي المركب. verb visiter مش من ال14 فعل، يبقى هنصرّفه مع verb avoir يبقى ياخد es. طب visiter في الماضي المركب بيبقى في الاسم المفعول بيبقى visiter بالشكل ده. وهنقف لحد هنا وهاكمّل لكم الجزء التاني من الsheet ده في فيديو بعد ده على طول إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو حد عنده أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهارُد عليكم إن شاء الله. وأشوفكم في فيديو جديد. au revoir.